ويبتدي الجزء التاني وهم عرفوا الطريقة اللي هيقتلوا بيها المخلوقات ديت، وبيتجمعوا بياخدوا معاهم مكبر الصوت عشان يشغلوه على السماعة لو في وحوش قابلتهم، ويبتدوا يتحركوا بعيد عن البيت ويبحثوا عن مكان جديد آمن. وهم اتحركوا في اتجاه الشمال على أساس إن هم ممكن يلاقوا مكان آمن. وهم ماشيين والدتهم تخبط في فخ ونزل ازايز كتير جدا وعملت صوت قوي، ووالدتهم قالت لهم اهربوا. وهم بيجروا ماركوس بيقع في فخ الدببه، والفخ دوت قوي جدا ويبتدي صوته يعلى. والدته بتحط ايدها على بقه عشان تسكته، بس يكون في وحش وصل للمكان، واخته بتشغل الجهاز وبتركب عليه السماعه. وفي الوقت دوت كان في حد عمال يراقبهم وشافهم وما بيشغلوا الجهاز. وبعديها ريجل ركبت عليه السماعه وعملت صوت قوي جدا، ووالدتها قتلت الوحش. وبعديها يخشوا يستخبوا في مصنع قديم عشان صوت ضرب النار هيجيب وحوش تانيه. وهم بيجروا يظهر لهم الراجل اللي كان بيراقبهم، وبياخدهم معاه على المخبأ السري بتاعه ودخلهم جوه محرقه للفحم وقفل عليهم. وكان في قطعه قماش من بره عشان الباب ما يتقفلش عليهم ويتحبسوا. والراجل دوت اسمه إيميا، وبيديهم مهله يوم واحد بس عشان يمشوا، وما كانش موافق انهم يقعدوا معاه. بس ايفلين وريته ابنها اللي لسه مولود وقالت له ان هي محتاجه مكان عشان الطفل اللي معاها. وبعديها هو وافق واداها مطهر لماركوس، وهي طهرت له الجرح وعمل صوت قوي. بس المحرقه ديت عازله للصوت. وريجل ابتدت تتعرف على ايميل وابتدوا يحاولوا يفهموا بعض. وبعديها والدتها تخرج هي وماركوس، وريجل تلاقي راديو وتركب له سماعات، وهي بتدور في الترددات. ماركوس يسمع اغنيه شغاله وايفلين تسمعها هي كمان، ويكونوا فرحانين جدا. بس ايميل بيكون عادي مش فارق معاه، بيقول لهم الاغنيه ديت شغاله بقالها 4 سنين ما بتتغيرش. وريجل بتقول له انت كذاب، والدنا كان بيشغل الراديو كل يوم ما كناش بنسمع اي حاجه. قال لها عشان انتوا كنتوا قاعدين في الوادي وكان بيحكي باشاره الراديو، والوادي دوت مكان منخفض بين الجبال، ودوت السبب اللي ما كانش بيوصل الاشاره. وبالليل ريجل بتصحى اخوها وبيخش جوه المحرقه وبتحط قطعه القماش، وبتقول له ان الاغنيه ديت شفره. طلعت كتاب والدها وقالت له ان التردد بتاع القناه ديت على الراديو البرج المسؤول عنه في جزيره في البحر. وبعديها اخوها بيقول لها ما تروحيش هناك، وهي بتقول له ان هي تتبع شريط القطر لاقرب مكان من الجزيره ديت. بتقول له لو والدنا كان موجود كان هيعمل كده. وبعديها نام. وتاني يوم ماركوس بيصحى بيلاقي اخته مشيت، وبيقول لوالدته وايفلين بتطلب من ايميت انه يروح يدور عليها. وريجل فضلت ماشيه على طريق القطر ووصلت عند قطر مهجور، ودخلت تستكشف المكان. وهي بتدور لقت علبه اسعافات وخدتها عشان اخوها ماركوس، ووقع على ايديها هيكل عظمي وعمل صوت، والوحش جه على الصوت دوت. وشغلت الجهاز بايد، والايد التانيه بتحاول تقتل الوحش بس فشلت انها تقتله. والوحش بيستجمع قوته بيحاول يقتلها. يجي ايميت في الوقت دوت وينقذها. والوحوش التانيه جت على صوت الطلقه وراح استخبوا في محل، واضطروا ان هم يباتوا في المكان دوت. وتاني يوم ريجل بتصحى بتلاقي السماعه بتاعتها مش موجوده والجهاز اختفى، وبتفهم ان ايميت طلع حرامي وخدهم. وبعديها ايميت بيرجع لها ويقول لها انا كنت بستكشف المكان ولقيت مكان لمراكب وخدت الجهاز عشان لو تعرضت للوحوش. ونروح عند ايفلين وماركوس وابنها الصغير انبوبه الاكسجين بتاعته قربت تخلص، وهي تضطر انها تخرج من المخبأ بتاعهم وتروح تجيب انبوبه اكسجين تانية. ويخرج ماركوس وهي ماشيه وتقول له خد بالك من اخوك، انا لازم اروح اجيب اكسجين لاخوك. وبعديها بتمشي وهو ينزل ياخد اخوه ويحطه في الصندوق بتاعه ويروح يستكشف المكان. ولقى قدامه ستاره بيشوف وراها ايه، طلع الجثه. وهو من خوفه حرك حاجات وعملت صوت ونزل جري على تحت. والوحش سمع الصوت دوت وجري وراه ودخل جوه المحرقه، بس نسي يحط قطعه القماش والباب قفل عليه واتحبس. والام كانت وصلت الصيدليه وكانت جابت الاكسجين ورجع لهم. وريجل وايميت بيروحوا ياخدوا المركبه من المرسى ويتجهوا على الجزيره عشان يعرفوا اذا كان فيها حد عايش ولا لا. وهم في المرسى لقوا طفله، وايميت حب يساعدها، ربطت على رقبته حبل متوصل بازايز عشان لو اتحرك الوحوش تيجي وتقتله. ونلاقي ان العصابه بتاعتها كلها بتظهر من وراها، وبيكونوا عصابه بتسرق اي حد يجي المرسى عشان ياخد مركب. وياخدوا ريجل وهم ماشيين، وايميت بيقول لها نطي في الميه، وهو بيقوم وبيهجم على الزعيم بتاعهم وهي بتنط في الميه. وبعديها الوحوش بتيجي ويقتلوا فيهم، وهو بيمسك زعيم العصابه ويطعنه في رجله وبيقول له ده انا توماس شيلبي يلا. وبينط في الميه ويفك الحبل اللي حوالين رقبته وبيطلع للسطح وبيشوف وحش بينط وراه، والوحش بيغرق ويعرف ان الوحوش ما بتعرفش تعوم وبتموت لو وصلت للميه. وريجل بتاخده على مركب ويكون محتفظ بالسماعه بتاعتها. ونرجع لإيفلين تكون وصلت عند أولادها وبتشوف الوحش وضربت طلقة عشان الوحش يطلع لها، وفعلا طلع. وبعديها بتضرب طلقة في أنبوبة أكسجين من الاتنين اللي جابتهم وبينفجر الوحش، بس بيطلع من النار وما بيموتش. وبعديها رشاشات المية بتشتغل وهي تنتهز الفرصة إن هو مش هيقدر يسمعها في المية، وبتنزل عند أولادها ومعاها أنبوبة الأكسجين اللي اتبقت. وبتلاقي ماركوس مغمى عليه وبعديها بتفوقه وبتحط قطعة القماش وبتقفل الباب. وبعدها بنروح على ريجل وإيميت وبيكونوا وصلوا على الجزيرة وبيلاقوا ناس عايشين حياتهم طبيعي
وبيتكلموا عادي وسهرانين مع بعض. بعديها ايميت بيدي رئيس الجزيرة السماعة بتاعت ريجل وبيقول له ان دوت امل البشرية الوحيد، واحنا جينا هنا عشان نشغلها على برج الراديو اللي بتشغل عليه الاغنية. وقال له خلاص هنروح بكرة. وتاني يوم وايميت بيتمشى على الشاطئ سمع صوت وبيبص ورا الصخرة لقى مركب، وكان نفس المركب اللي كان فوقيه الوحش، وعرف ان في وحش وصل للجزيرة وراح يعرف اهل الجزيرة. بس قبل ما يوصل لهم كان الوحش ابتدى يقتل فيهم، وهو خد رئيس الجزيرة وريجل وراح على برج الراديو. ولما وصلوا كان الوحش ماشي وراهم وبيقتل رئيس الجزيرة. وايميت بياخد ريجل وبيخش عشان يشغلوا الترددات السماعة، وهي بتخش تشغل السماعة بس كان الوحش دخل، وايميت بيضحي بنفسه ويتحرك قدامه والوحش يسيبه في رجله. وريجل بتوصل للمايك وتذيع ترددات السماعة، والوحش من قوة الصوت ابتدى يرجع لورا. وريجل خرجت ومسكت حديدة وضربته في دماغه. ونروح على ايفلين وماركوس. وانبوبة الاكسجين اللي كانت معاهم النسبة فيها قلت جدا عشان هما التلاتة بيستخدموها، وايفلين اضطرت انها تخرج تجيب علاج من بره. والوحش شافها وجريت على المحرقة بس ملحقتش تقفل الباب، والوحش ابتدى يهجم عليهم. وماركوس كان معاه جهاز الراديو وبيسمع صوت ترددات السماعة بتاعت اخته، وبيخرج يواجه الوحش ومعاه الراديو، وبياخد المسدس وبيضربه في دماغه. وبيخلص الفيلم على تعبير الانتصار على وش ريجل، والراديو بيذيع ترددات السماعة. لو عجبك الفيلم انزل اعمل اشتراك ولايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.